بداية، غير صحيح أن نقول أن الإسلام جاء واخترع التعدد. هذا غير صحيح. الإسلام جاء وقيد التعدد. الإسلام جاء وقيد التعدد. لماذا؟ لأن التعدد موجود في كل الحضارات قديما وحديثا، وفي كل الأديان قديما وحديثا. كل الأمم تعدد، بس الفرق الوحيد في من يعدد زواجا وفي من يعدد عشيقات. يعني الغرب اليوم لما يقول لا تعدد الزوجات، هو دقيق في كلامه. القوانين الغربية والأوروبية اليوم يعني كلامها دقيق جدا. لا تعدد الزوجات، لكن ما قالوا لك لا تعدد العشيقات. الغرب لذلك لا يوجد قانون واحد من القوانين الغربية أو الأوروبية تمنع من اتخاذ الخليلات أو العشيقات بين قوسين. يعني لو واحد الآن أوروبي صاحب أكثر من امرأة، في قانون في أوروبا يمنعه من ذلك؟ لا. لكن لو تزوج أكثر من واحدة، هنا يعملوا لك فيها الشرفاء واللي دافعوا عن حقوق المرأة وكذا وكذا. طيب لماذا الحضارات الأخرى يعني منعت تعدد الزوجات وأباحت تعدد العشيقات، بينما الإسلام منع تعدد العشيقات وأباح تعدد الزوجات؟ لماذا؟ لأن الإسلام يريد أن يحافظ على حقوق المرأة. الله عز وجل يعلم طبيعة الرجل في الغالب والأعم، طبيعته يميل إلى أكثر من امرأة، يا إما يأخذها عشيقة يا إما يأخذها زوجة. فالله عز وجل أباح تعدد الزوجات، تعدد الزوجات، ليتم الحفاظ على الحقوق، يتم الحفاظ على الحقوق. القوانين الوضعية الغربية والأوروبية أو بشكل عام منعت تعدد الزواج، بس سمحت بتعدد العشيقات. طيب ليش؟ لأن لما تعدد لما الرجل يعدد العشيقات هو أموره تمام، يستمتع بها ثم يرميها. لكن لو تزوجها، لا، هو مرتبط بعقد، مرتبط بحقوق، مرتبط بواجبات. لذلك أنا دائما أقول أن الإسلام جاء بعكس هوى الرجل. على فكرة الإسلام جاء بعكس هوى الرجل. يعني طبيعة الرجل ماذا يريد؟ يتمنى امرأة تأتيه مجانا، يرميها مجانا، لا ينفق عليها، لا يعطيها سكنا، تمام، ولا يعطيها مهرا، ويعدد العاشقات بدون ضوابط ولا شروط ولا عدل، وعلاقة عابرة ونزوة. يعني معظم الرجال يريدون ذلك. الإسلام جاء بعكس ما يريدونه. ولك لا، هذه المرأة اللي حتتزوجها هذه مش بسهولة، حتاخذها بعدما تدفع الغالي والنفيس في نفقة، في تأمين بيت، في تأمين ملبس ومأكل ومشرب. وحتى إذا قررت تتزوج لازم تعدل، وفي شروط وفي ضوابط. طبيعي الرجل بشكل عام يتمنى هذا كله مش موجود. يعني لو الإسلام قال للرجل حلال إنك تأخذ امرأة بدون إذن وليها وبدون نفقة وبدون مهر، بدون مسكن وبدون مأكل بدون مشرب، كلهم حيزغرطوا حاليا. بس هم منتظرين كلمة بس حلال عليك تفعل ذلك. أقسم بالله لو يسمعوها كلمة حلال عليك تفعل ذلك والله حيزغرطوا كلهم. بس اللي مانعهم فقط إن هذا حرام. فلذلك تجدينه يعمل ويكد ويتعب كذا ويدفع ما فوقه وتحته من أجل أن يوفر مهرا ومسكن ومأكل ومشرب وملبس لتلك الفتاة. ومن الذي أمره بذلك؟ الإسلام، اللي يقول لك ضد حقوق المرأة. الإسلام مش ضد حقوق المرأة، ضد أهوائك التي تريد سلب المرأة وسلب جسد المرأة، وأنك تريد أن تأخذها مجانا لتأخذها متى ما أردت وترميها متى ما أردت. هذا الذي يمنعك منه الإسلام. ولذلك يحاولون التشويش، يقول لك الإسلام يظلم المرأة. يظلم لما الإسلام يفرض علي تأمين مأكل ومشرب وملبس ومهر، وأدفع اللي فوقي واللي تحتي عشان أتحصل على هذه الفتاة لأتزوجها، وهي في المقابل أنا أتكلم من الشرع، ما أتكلمش عن المجتمع. الزوجة تشترك مع زوجها في شراء الأثاث وشراء مش عارف، ماليش علاقة، هذا ما فيش في الشرع، هذا العائلات هكذا تفعل. لكن احكي لك على الشرع. الشرع لا يقول المرأة مطلوب منها شيء في الزواج، لا يطلب منها شيء في الزواج. ماليش، انا اتكلم من الشرع، ما اتكلمش عن المجتمعات. لو كانت اثرى الاثرياء ليس مطلوبا منها نفقه، والزوج ولو كان لا يملك الا $100 تنفقها على اهله. يعني بعد هذا كله يقول لك الاسلام اهان المرأة. طيب فنعود الى التعدد. فكما قلت لك الاسلام لم ياتي ويخترع التعدد. الاسلام بالعكس قيد التعدد. اصلا التعدد في كل الحضارات وفي كل الاديان مفتوح بدون اي ضابط، بدون اي شرط. العرب كانوا يتزوجون بال20 والعشرة. في كتاب النصارى النبي سليمان كان واخذ 1000 امرأة، 1000 مش 4، 1000. النبي سليمان في كتاب النصارى. داوود، لا، النبي داوود في كتاب النصارى ما تعدش من كثرة النساء اللي واخذها. ما فيش قيد أصلا، ما فيش ولا حضارة في التاريخ قيدت التعدد إلا فقط الإسلام. والذي تجده يهاجم التعدد قاعد جالس مع عشيقة. يعني مرة أذكر في مناظرة بين الشيخ أحمد ديدات رحمه الله رحمة واسعة وبين قسيس أمريكي اسمه جيمس واغرت. القسيس هذا، المناظرة كانت في الثمانينات. القسيس هذا أول ما بدأ مناظرته مع الشيخ أحمد ديدات قال: نحن عندنا في المسيحية زوجة واحدة، بس عندك 3 آلهة، ما علينا، عندك تعدد آلهة وتلف وتدور على تعدد الزوجات. المهم قال لك احنا عندنا في المسيحية زوجة واحدة. هذا من الذي قال هذا الكلام؟ القس جيمس واغرت. في بداية التسعينات مسكوه مع واحدة عاهرة في فندق. الجرائد الأمريكية كلها حكت بالموضوع. وتكرر الموقف مرة ثانية مع امرأة عشيقة له في 2014 برضه في فندق. مسكوه وانفضح ومنع من القنوات الإعلامية التنصيرية في أمريكا. جيمس واغرت قصته معروفة. هذا اللي طلع لك في مناظرة الشيخ أحمد ديدات. أول كلمة: المسيحية تسمح لي بزوجة واحدة، وهو طبخها في الفندق مع واحدة ثانية. هذه ما تقنعنيش. أنت تريد أن تمنع تعدد الزوجات لكنك لن تستطيع أن تمنع تعدد العشيقات، لن تستطيع. ومع ذلك كما قلت الإسلام
حين شرع التعدد شرعه بضوابط وشروط، والأصل هي الواحدة، لكن إذا احتاج الإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة، فإذا كان قادرا من الناحية الجسدية والمادية أن يفعل ذلك بالعدل فليتزوج. طيب ستقولين لي مشاعر المرأة قد لا تحتمل ذلك. لازم تعرفي أن الدنيا ده اختبار، ومن طبيعة الدنيا أن يكون في ابتلاء وصبر، في ابتلاء وصبر. أنا أقدر أن في نساء قد لا تحتمل هذا الأمر، لكن لماذا شرع الصبر؟ ما هي في تشريعات أصلا يحتاج الرجل أن يصبر عليها، تحتاج المرأة أن تصبر عليها. مثلا على سبيل المثال الموت ضد مشاعرنا ولا لا؟ ضد مشاعرنا، صح؟ يعني لما نفقد أب ولا نفقد أم ولا نفقد بنت ولا ولد، ضد مشاعرنا هذا الشيء. مع ذلك أمر واقع لا تستطيع أن تغيره، وأمر قد فرضه الله عز وجل ضد مشاعرك، لكن مطلوب منك الصبر لتؤجر على ذلك. لذلك لو المرأة يعني تزوج رجل الثانية ولم يظلمها وأعطاها حقوقه كذا، وحست أن هي يعني خاطرها توجع من هذا الشيء وصبرت، تؤجر على ذلك. زي مثلا في الإسلام كذلك الرجل شرع طلب منه أشياء ضد رغبته، مثلا القتال. الله عز وجل ماذا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لك بس مفروض عليك. أحيانا لما يكون فرض عين خلاص كذا حبيت. هذا يعني شوفي التشريعات الإسلامية، التشريعات والأحكام الشرعية يا أختي لتحقيق المصلحة العامة وليس لتحقيق رغباتك الشخصية. يعني هل الجهاد كره أو القتال كره للنفس الإنسانية؟ أي كره بنص القرآن، ما نستطيع أن نكذب القرآن. القرآن الكريم يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كنفس بشرية، من الذي يحب أن يبتعد عن أهله وعن أولاده وعن وطنه ويعيش في أنفاق ويعيش في جبال وفي يعني كهوف ويقاتل 20 سنة ولا 30 سنة يقعد في هذا الحال؟ طبيعي مفيش حد يحب هذا، لكن مفروض عليك لتحقيق المصلحة العامة وهي نصرة الإسلام ورفع راية لا إله إلا الله وتحقيق العدل في الأرض. كذلك التعدد لو نظرنا إليه من نظرة أخرى، خليني من مشاعرك على جنب، مشاعرك إذا صبرت عليها تؤجرين عند الله عز وجل، لكن انظري إلى من زاوية أخرى، يقلل من العنوسة، يحمي كثير من الأرامل والمطلقات. أنا والله العظيم أعرف شخصيات أقسم بالله أرامل مطلقات ما عندها من ينفق عليها ولا يربي أبنائها ولا يفعل لها أي شيء، يعني حتكون مرمية في الشارع، وتزوجنا بالتعدد. والله يعني سبحان الله، هذا الرجل الذي أخذه أنقذهن من جحيم كان عاشت فيه، جحيم بمعنى الكلمة. فلذلك نحن لو نظرنا إلى زاوية أخرى، التعدد مفيد جدا في قوة الأمة، في تكثير النسل، في إنشاء جيل صالح. ومسألة المشاعر هذه تختلف من امرأة إلى أخرى. أنا ممكن أعطيك أمثلة كثيرة لنساء عايشات مع اللي يسموها ضرة، معناتها اسم ضرة خطأ، يعني اللي عايشة مع الزوجة الثانية عايشة كالأخت. هي أمثلة كثيرة جدا. الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله كان متزوج 4، كان دائما يتكلم قال مثل الأخوات، وجايب من كل واحدة أبناء، والأبناء ما شاء الله مع بعضهم دائما مع بعضهم وجالسين مع أبيهم حين كان على قيد الحياة رحمه الله وكذا. أنا بما رأيت بعيني شخصيات كثيرة من تزوجوا أكثر من واحدة وعايشين عادي جدا. إذا كان على المشاعر كما قلت، إذا صبرت تؤجر. الدنيا هذه مبنية على الاختبارات والابتلاءات، فإذا ابتليت امرأة بذلك ولا تحتمل هذا، فتعد أن كأن لها ابن توفي، أب توفي، أم توفيت، ضد مشاعرك. يعني لن يلغى الموت، سيستمر الموت، لكن مشاعرك هذه بالصبر تنالين أجرا عظيما، والدنيا مبنية على الابتلاء والصبر.